السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بارك وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. شايفين؟ ربنا يصلح حالكم، كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه يا حبايبي؟ انا مش عارفة ليه ما انتوا بتتفرجوا عليا وكل حاجة، ليه مش بتشتركوا؟ قبل ما انسى الموضوع ده، عايزاكم تشتركوا زي ما انتوا بتتفرجوا كده. انتوا لسه ما دعمتنيش، زي ما انتوا بتتفرجوا كده حطوا اشتركوا. بصوا بقى كلمة بتقول لكم ايه الأول. أبارك وسلم على سيدنا محمد. يلا مع الملوخية، قولي لهم. لا قولي عشان أحب. يلا قولي. تسفيش يلا قول. قولي يا كرم. عايز تعرف ايه؟ تعمل الملوخية ايه؟ قولي. البت المصرية عايزة تعملوا ملوخية، اسألوا البت المصرية. قولي يا كرم. ازاي تعملوا ملوخية طريقة الست المصرية؟ أي خدمة. ازاي؟ انا اقولك. هتجيبي ملوخية او من الفريزر يا عينيا. اهم حاجة تكوني محضرة الشوربة. شايفين؟ بصوا بقى، بالنسبة للغلا اللي احنا فيه وداخل علينا رمضان، الناس بتستعد بقى ايه؟ باللحمة، واللحمة راحت في داهية. أولا مش هناكلها لما نشمها، والبط والفراخ والحاجات دي كلها. عملت أنا ايه بقى؟ قلت اما اعمل والله لا ناكل جبنة قديمة. الفطار ناكل جبنة قديمة، بطني دي مش بتتفتش. عملت خميرة عبارة عن ايه؟ جبت لبن رايب، وجبت شرش، وجبت لبن من بتاعنا بتاع الجاموس وغليته، وعملت ايه خميرة الاول. بعد كده جبت جبنة قريش وعملتها اهي. بصوا بقى، صلوا على النبي. بصوا السلام. استنوا عشان ما بقدرش افتح، فتحت بقدرة ربنا. بحط بقى ايه على الجبنة؟ بحط كركم، وبحط بتاع اسمه كادي ده ولا كاري. ماشي. بصوا بقى الحلاوة، الله اكبر على ريحتها. وبحط حلبة حصى بس مطحونة اللي زي بتاعت المغاي. وبحط شطة عشان الله اكبر بعد الشر ما تدوبش، وحطها في الشمس هنا كده. انا لسه جايباها من هنا عشان اوريها لكم. وهاجي هفتح عليها ان شاء الله في رمضان. بصوا المش، بصوا المش وحلاوة المش. بصوا، بصوا الجبنة اهي، الجبنة اهي. اوريكم الجبنة. انا طبعا فترة النهاردة، انا لسه ما دوقتهمش من الجبنة. بصوا الجبنة، بصوا الله اكبر. بصي مرهم، صح؟ الله اكبر، دي جميلة. الله اكبر والله العظيم زي العسل. والله اول فتحاني ليها دلوقتي. بصوا جميلة جميلة جميلة. بصوا جبنة قديمة زبدة. خد يا موك دول. تعالي يا كرم. بصوا بقى، شرطتكم اللي انتوا تجيبوا ايه بقى؟ حتة جبنة تاكلوها مع حبة بطاطس مقلية، ماشي، مع قطاية، مع خيارة، ماشي. بصوا الجبنة اهي اهي، حلاوة الجبنة. مش في البلد، احنا هو في مصر، بس الجبنة الحاجات دي نفس والله. التربية نفس، الجبنة القديمة نفس. اي حاجة بعملها بقدرة رب العالمين جميلة. ماشي، ما قالكوش على الحلاوة. بصوا انا نسيت اجيب معلقة من تحت، جبت معلقة. بص الجبنة، كل شوية عيال ابني وعيال بنتي يا تيتا عايزين ناكل جبنة قديم، اقول لهم مش هفتحها دلوقتي. بص المش، بص المش اهي. بص المش وحلاوة المش. حتى الكركم حطها لها تدوقيها. بصوا ريحة مفحفاحة، ريحة طالعة مفحفاحة، أنا مش بكدب عليكم أهو. بصوا أهي. بقالي قد إيه بقى عاملاها بقى الجبنة دي؟ دخلت في شهر أهي. ما بصوا من جوه كمان، من جوه قديمة خالص أهي. شايفين؟ تاكلوا بقى جبنة قديمة جميلة جميلة جميلة، وحبة طحينة وقطاية والسحر. وهتعمل إيه؟ الغرض، وهتأكل. ومش حراق ولا حدقة، والله والله تعالوا دوقوها. ولا حدقة ولا حراقة ولا فيها حاجة، زي ما انتم شايفينها كده. انا الله اكبر جايبه 5 كيلو جبنه، حطيتهم. ماشي، حطيت في البرطمان ده، حطيت في ده 2 كيلو وده 3 كيلو.
يعني 5 كيلو جبنه، وغير الخميره بقى اللي انا كنت عملتها اللي هي عباره عن شرش ولبن رايب مع بعضه عشان يدي الطعم الجميل ده، ولبن من العادي بتاعنا غليته وبردته، وبعد كده حطيته وقشطته عليه، وبعد كده حطيت شطه، حطيت كركم، وحطيت حلبة حصى، هو اللي مديها نسبة الصفار كده دي الحلبة الحصى، وبتاع اسمه كاري بتاع المش، تعمليها بقى وتاكلوا بالهنا والشفا. مش عايزه اقول لكم قد ايه على الحلاوه بتاعتها. هنفتح البرطمان التاني اهو مع بعض عشان ما تقولوش خالة ام محمد. بصوا الخميره، بصوا الخميره اهي، بصوا اهي خميره اهي، خميره بتاعت المش. بصوا بقى اهي اهي اهي، وهوريكم برضو الجبنه حطاها من تحت وحاطه ايه عليها من مش، وكل شويه بقلبها وانا حطاها هنا على السطح في الشمس. بصوا برضو اهي اهي الجبنه اهي، اهي الجبنه شايفينها؟ اوعي كرمه كده جدعه. بصوا امسكي البرطمان اضغطي يا كرم. بصوا مرهم والله العظيم مرهم، شايفين؟ الله على الحلاوه والريحه والجمال. الله، وربنا جميله جميله جميله. بصوا ادوقكم اهو، الله اكبر. شوف مين شايفين عمال ام محمد وحياة عينيا. ابارك واسلم على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. شوفوا بقى الشطاره والجمال. نفسي كل واحده كده تكتب لي في التعليقات وتعمل لي اشتراك. بصوا الصفار بتاع الحلبة الحصى، ملك والشياط. جمال بقى الحاجه الحلوه كده اللي انتوا تعملوها، تجيبوا حته جبنه، تجيبوا حبه بطاطس وتقلوها. اما الزيت غالي، بس ما يجراش حاجه لما تصفي الزيت وتعمليه وتعملي بيه البطاطس. ادي وريتك اهو، ده واخد 3 كيلو. ماشي، بارك وسلم على سيدنا محمد، صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. وادي ده واخد 2 كيلو. اكنك بتخزني سمنه والله العظيم. الجبنه دي كنز، ولا تقولي اجيب من مش عارفه الكيلو بكام، لا. وعامله حاجه تانية هقول لكم عليها، عامله لكم فسيخ مخلل ماشي، ومش هفتح عليه دلوقتي، هبقى ادوقكم كده واحنا قاعدين ناكل في الشمس هنا اهو، وبصل اخضر بقى وخس، وتاكلوا بقى وتتهنوا. والشتا حلو، في خس والبقدونس حلو والخضره حلوه والقوطه موجوده حلوه طعمها مسكر، وكل حاجه حلوه من عند ربنا. ده رضا ربنا علينا كبير قوي 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 قوي، وهو ربنا اللي بيديني الموهبه اللي انا اعمل بيها الحاجه دي. اوعوا تفكروا ان انا يعني، لا انا ست عجوزه بس بعمل حاجه حلوه الحمد لله. ان شاء الله هوريكم فيديو بامر الله وانا بعمل رقاق في الفرن ان شاء الله. بصوا بقى على بطي وحاجتي، حوشي البطايه يا مالك اجري هات الذكر بياكل فيها. اديكم شايفين اهو، بصوا، والفراخ كل ده انا عاملاه زي ما انتم شايفين، وبربي وبعمل وبحط. وبعمل تاني حاجه، بعمل حكايه الجبنه القديمه، بفتح نفس نسوان ولادي عشان نفسهم ما تتفتحش على الفراخ واللحمه، وبساعد عيالي مني باكلهمش بقى فراخ ولحمه، بس باكلهم جبنه قديمه عشان ايه اكبسهم. كلوا جبنه قديمه واشربوا ميه، اشربوا ميه وكرشوا بقى ميه كده. بس الجبنه القديمه بتاعتي مش حلوه والله. اللي عايز يبعت لي انا عندي على القناه الرقم بتاعي، اللي عايز يبعت لي ويقول لي ابعتي لي حته جبنه يا خالة ام محمد ابعت له، لو هو فين ابعت له والله ما كلام. بس ابعتوا لي كده واعملوا اشتراك على راي كارما، واعملوا لايك وشاركوني كده ودعموني. انتوا عارفين انا بقالي كام سنه في القناه؟ بقالي ازيد من 4 سنين في القناه اهو، بقالي 4 سنين والله. والله بس الحمد لله انا راضيه باسمتي وراضيه بنصيبي الحمد لله. وقلت لكم على الفراخ السلك اللي هي عندي جوه دي، اللي اتربت على اخر السنين عندي. عوضي بقى راح على الحمد لله. يقول لك الشاطر هو اللي بيقع. وقعت في حكايه الفراخ عشان جايباها كتكوت النيور، لا ما دي مقفوله. ماشي، اديني اهو عملت، واديني بقى بربي البط وبربي فراخ وبربي ده، بس انا تعبت تربيه. انتوا دعموني بس انتوا عشان اوريكم الحاجات الحلوه. وانا حبيت النهارده اعمل فيديو جميل بخصوص الجبنه القديمه. قبل ما افتحها، قبل ما ادوقها ولا افتحها، قلت انتوا تشاركوني فيها، افتح وانتوا معايا واوريكم
الجبنه القديمه وطريقتها وجمالها وحلاوتها. انا ممكن كنت اوريكم من الاول، مش بحط، كنت رشه على الجبنه ملح قعدتها 3 ايام قبل ما انسى عشان انا بتوه. الجبنه رشتها ملح وشطه 3 ايام، واخده ملحها في مصر اللي الصفه منها حطيتها عليها، واهي عملت برطمانين يقضونا ان شاء الله شهر. زي ما بقول لكم كده اضحك على نسوان ولادي واقول لهم تعالوا تاكلوا جبنه قديمه، ياكلوا عشان ما يطلبوش لحمه ولا فراخ. ايه رايكم في الفكره الجميله دي؟ شايفين؟ حلوة يا تيتا. حلوه. ااكل امك رخره؟ ااكلها؟ تقول لي لا. بص كارما، الكل عايز ياكل جبنه قديمه والحاجات. بص انا طالعه على السطح في الشمس، النور بيقطع عندنا، بطلع اقعد معاهم هم. والله هم احسن من بني ادمين كمان. فلما اقعد وفلانه وعلانه وتركانه وبتاع، بسلي وقتي مع الطيور. ايه رايكم بقى؟ كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم رمضان بخير. تعالوا هنا. طيب قولي لهم، تعالي هنا قولي لهم. اعملوا لايك واشتراك قولي. واعملوا سبسكرايب. قول. لا استنى، خلي كلمه تقول. كلمه بتتخانق معاهم. قول. اعملوا لايك واشتراك وما تنسوش تشتركوا في القناه وانتوا بتتفرجوا. انتوا كده بتتفرجوا. دوس على جرس تيتا محمد، دوس على محمد. الجرس وهتلاقي كل ده لسه التانيين عايزين يطلعوا ويقعدوا معايا في الفيديو وايه وعمالين هيصه. بدل ما اروح كنت النوبه اللي فاتت ضحكوا عليا اشتريت فسيخ من الشيء الفلاني، لان ولا انا مخلله بقى هوريكم بقى. خللته، بعت جبته من اخر الدنيا وخللته ماشي، وهفتح عليه ان شاء الله وهوريكم جماله. يا جمال الفسيخ يا جمال. ووريكم اول حاجه وشوقتكم بالجبنه القديمه. الجبنه القديمه لو جبتوا عيش كده بالكبير ده، بتجيبوا القوطه وتجيب الطحينه وتجيبي حميده الزيت واحدة عشان وتعملوا وتاكلوا. خد يا مالك شيلوا هنا كده عشان نشوفوا هما شايلينه فين. يلا يا موكا شيلي البرطمان واحد. لا مش هتقدري يا كارم. ايوه يا موكا دخل يا مالك لجوه. بص انا ضرباه في الشمس طول النهار. شيل عشان الله اكبر ما يبقاش في حاجه وحشه. وعاملين ايه حضرتك خير؟ اديكوا شايفين طعمه زي العسل اهو. بصوا انا حطاه اهو، وبناكل من لسه ما اكلتش من الجبنه القديمه. انا هفتح عليها ليله نهار السحور ان شاء الله عشان نسحر بيها في حته بطاطس، حته الجبنه تفتح النفس وتملوا بطنهم. ولو لسه اعمل لهم الفطار، انا بعمل لهم اول يوم بط ومحاشي وحاجات زي كده. لو كان كده اعمل لهم الجبنه القديمه على بدل المحشي والبط وايه، واقول لهم يلا كلوا. اقتصادي يعني. ايه رايكم في المعلومه دي؟ خدوني برضو وقولوا لي كنا اعمل نسوان ولادي وبنتي ان انا اعمل لهم بدل ما اعمل لهم محشي وبط والكلام ده، اكلهم جبنه قديمه بطاطس. قولوا اللي نفسكم فيه. يلا اسيبكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش تيتا ام محمد، قناه تيتا ام محمد. وربنا يكرمكم ويعود عليكم بخير وتخشوا علينا كلنا بخير رغايه بترغي رغي السنين. البت دي ترغي معايا ليل ونهار وليل. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي ويعود عليكم بخير. وزي اليومين دول ان شاء الله اكون ايه بقى عند الرسول واكلمكم من عند النبي ان شاء الله بايديكم اليمين.